الحكم السوداني نيالا ضمن حكام مباراة السوبر الأفريقي. الاتحاد الأفريقي كاف يوافق على طلب الهلال السوداني بشأن مباراة أول أغسطس. الشباب التنزاني يجهز مفاجأة للمريخ، وقرارات صادمة لجماهير المريخ بسبب شكوى غريمه الهلال. رسميا القربال يحدد وجهته المقبلة بعد انتشار شائعات انتقاله للرجاء المغربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه كانت موجز عناوين الحلقة اليوم. ننتقل الآن للتفاصيل، ولكن نذكركم مشاهدينا الكرام للاشتراك وتفعيل الجرس إذا كنتم غير مشتركين، والضغط على زر اللايك حتى يصلكم كل فيديوهاتنا دون عناء البحث عليها. اختير الحكم الدولي السوداني محمد عبد الله نيالا حكما مساعدا في مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي المصري واتحاد العاصمة الجزائري، والمعروف أن المباراة يديرها الحكم الجابوني بيبر، وستكون المباراة في يوم 15 من سبتمبر الحالي. سيظهر الفيديو الخاص بالمباراة في الأعلى إذا أردتم معرفة المزيد من هذه المباراة. الهلال السوداني يتراجع عن فكرة خوض مباراته الأفريقية القادمة في جمهورية مصر العربية بعد ضغوطات جماهيرية. اختار مجلس إدارة نادي الهلال السوداني خوض مباراة الإياب بين الهلال وأول أغسطس الأنغولي في ملعب العبد بمدينة الجديدة بالمغرب، ووافق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على هذا الطلب من الهلال بأداء مباراته أمام أول أغسطس في إياب الدور التمهيدي الثاني لمسابقة أبطال أفريقيا في المغرب. الشباب التنزاني يفجر مفاجأة للمريخ، حيث حشد منافس المريخ السوداني أنصاره تأهبا لمواجهة المريخ في يوم 16 من الشهر الجاري في ملعب بيليه بالعاصمة الرواندية كيجالي لحساب الدور التمهيدي الثاني لأبطال أفريقيا. وأعلن بطل تنزانيا عن رحلة برية لمشجعيه من تنزانيا إلى رواندا الأرض الافتراضية للمريخ من أجل حضور المباراة ومؤازرة الفريق التنزاني. وفي نفس السياق فيفا تحظر المريخ من التسجيلات لعدم التزام النادي الأحمر بسداد العقوبة المالية للهلال في قضية الثلاثي بخيت خميس ومحمد الرشيد ورمضان عجب، بعد انتشار شائعات مغادرة القربال للهلال وانتقاله للرجاء المغربي. هذا الأمر مرة أخرى للواجهة، حيث بيّنت إدارة الهلال أن القربال وإدارة الهلال متفقون على التجديد، واللاعب موافق على تجديده للهلال، ولكن حتى الآن الهلال لم يجدد للقربال. وفي نفس الوقت يعاني القربال من إصابة، وطالب الكنغولي فلوران إيبنجي المدير الفني للهلال السوداني طاقمه الطبي بسرعة تأهيل محمد عبد الرحمن القربال وتجهيز مهاجمه المخضرم العائد للحسابات والتدريبات الجماعية ليكون ضمن التشكيلة المقررة لملاقاة فريق أول أغسطس الأنغولي في دور 32 من أبطال أفريقيا. ويأمل فلوران مدرب الهلال في الوصول لأعلى درجة من التجهيز بالنسبة للاعب محمد عبد الرحمن القربال لقيادة الهجوم الهلالي. ورصدت إدارة الهلال مكافأة مالية للاعبي الفريق في حال الفوز وتخطي فريق بريمورو دي أوجوستو والوصول لمرحلة المجموعات في سباق دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.